في الشام وفي سوريا، حكايه انه والله روسيا تريد دعم بشار، شخص واحد، انسان واحد، رجل واحد ومع مجموعه اشخاص في هذا النظام ويذبح الشعب السوري. لا، الجيش العربي السعودي لن يقف. اخي الكريم مكتوف الايتي، الجيش العربي السعودي هو يمثلنا نحن السعوديين. نعم. لماذا نحن نشتري هذه الصواريخ وهذه الطائرات وهذه؟ نحن لدينا قنبله نوويه من اكثر من سنتين، التجربه النوويه ربما تعمل خلال اسابيع. لماذا نحن نمتلك هذه الاسلحه؟ لماذا؟ إن لم يكن دفاعا عن الحق العربي ودفاعا عن الحق الإسلامي ودفاعا. أخي الكريم، السعودية لا تريد الدخول في حرب. السعودية أصبحت تمتلك قنبلة نووية. الشعب السوري نعم نمتلك القنبلة النووية. نعم بكل بساطة نعم نمتلك القنبلة النووية. هذا خبر عاجل على أول مرة أسمعها. اخي الكريم، ليس خبر عاجل. القوى الكبرى تعرف أن يعني نحن كنا نقول انه اذا ايران قامت باعلان التجربه النوويه بوقاحه سوف تقوم المملكه العربيه السعوديه باعلان التجربه، لا مشكله. ولكن ما دام انه كل يعني اقصد انه نتكلم سياسه، الشعب السوري يذبح، بشار الاسد يجب ان يرحل. جيد، السعوديه لا تريد مقاتله احد، لا روسيا ولا غير روسيا، ولكن اسعار النفط لن ترتفع، سوف يبقى في بحر ال 40 دولار للسنتين القادمه ما لم يعني. طيب انا اسالك بالله، اسالك قبل ان نروح الى نتائج التصويت، نريد ان نروح الى نتائج التصويت استاذ دحام، لكن باختصار عندي لك سؤال باختصار. كلمه واحده اخي الكريم. تفضل. انا اريد ان اقول لك جمله باختصار. الجيش العربي السعودي لن يترك الشعب السوري، الشعب العربي السوري يذبح، ولا يترك الشعب العربي اليمني يذبح. نحن نريد هكذا لقيادتنا، قيادتنا السياسيه تتصرف حسب رغباتنا.